أهلا بيكم متابعين قناة طاروت الإمبراطور. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الجوزاء طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو اشترك في القناة لو مش مشترك، واكتب يا رب بنية الفرج. أنا عايزك إن أنت تعمل لايك للفيديو ده وتعمل شير عشان تديني طاقتك، وعايزك تاخد من القراءة اللي ينطبق عليك بس وتسيب الباقي. أنا شايف إن مبدئيا كده يا برج الجوزاء، أنا شايف إن ممكن يكون في اتنين في علاقة حب هنا، أو في علاقة كراش، أو حتى متجوزين، والعلاقة دي ممكن يكون فيها سوء تفاهم، أو حد بيحاول إن هو يتدخل ما بينكم هنا في العلاقة، وبيحاول إن هو يأثر على العلاقة بتاعتكم ويوقع ما بينكم انتوا الاتنين. وأنا شايف إن في أمور هنا محتاجين إن انتوا تعدوها لبعض وما تقفوش لبعض على الواحدة، عشان ما تخلوش حد إن هو يأثر على العلاقة بتاعتكم، وما تخلوش الشيطان إن هو يأثر على الحب بتاعكم هنا أو على العلاقة بتاعتكم. وأنا شايف هنا إن ممكن يكون في بعد ما بينكم، أو ممكن يكون في انفصال، أو ممكن يكون اتنين متجوزين ما بينهم انفصال أو طلاق. تمام. أو ممكن تكونوا انتوا الاتنين أصلا مع بعض، بس زي ما يكون في برود في العلاقة، وانتوا حاسين إن انتوا تعبانين بسبب الأمر ده. بس أنا شايف إن اللي فيه منكم اللي انتوا فيه في الوقت الحالي ده ليه وقت مؤقت بس، يعني الحاجة اللي انتوا فيها بس من انفصال مثلا للبعض منكم، او مثلا للبعض الاخر في برود في العلاقة، دي فترة مؤقتة بس، يعني مش هتكون دايمة في حياتك. فاللي فيه منكم ممكن يكون زعلان من الانفصال ده او تعبان، او ممكن يكون فقدتوا الامل ان العلاقة دي ترجع من تاني. تمام. وانتوا باقيين على الشخص ده وقدمتوا محاولات كتيرة جدا، بس الشخص ده زي ما يكون رافض او مش قابل، او مش عايز يسامحك مثلا، او مش عايز ان هو يرجع للعلاقة دي. بس انا شايف ان الوضع ده مش هيدوم زي ما قلت لك، لان انا شايف ان في بداية جديدة هنا، وشايف ان هيبقى في رجوع للعلاقة دي بإذن الله. فكل الحاجات اللي بتدور في دماغك دي انا مش عايز ان هي تأثر عليك سلبيا، لان انا شايف ان في طاقة حلوة جدا وفي طاقة رجوع. فانا شايف ان انتوا خليكم متفائلين، لان الكروت هنا بتقول لكم خلي عندكم ثقة، وثقوا في بعض وثقوا في علاقتكم، وحاولوا ان انتوا ما تسمحوش لاي حد ان هو يتدخل ما بينكم انتوا الاتنين، او ان حتى الشيطان ان هو يخليكم، يعني يخليكم تعبانين، او يدخل لكم افكار سلبية عن العلاقة دي عشان ما تخسروش بعض. وبلاش التعب اللي انتوا فيه ده، وممكن يكون في كتير منكم من كتر الأفكار أو من كتر محاولاته للرجوع ومحاولات الصلح، زي ما يكون خلاص تعبتوا وحاسين إن مفيش حاجة تانية انتوا تعملوها في العلاقة دي، أو حاسين إن انتوا فقدتوا الأمل خلاص. فأنا شايف إن انتوا هنا تعبانين جدا 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 بسبب الأمر ده. والكروت هنا بتقول لكم اتخلصوا من الطاقة السلبية اللي انتوا فيها دي، وح... اللي انتوا فيها دي، وحاولوا ان انتوا تجددوا طاقتكم، وخلي طاقتكم إيجابية. يعني جددوا طاقتكم السلبية دي بطاقة إيجابية. والتعب اللي انتوا فيه ده مش هيساعدكم ان انتوا توصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها، او تحققوا حاجة انتوا عايزين توصلوا لها. انا شايف ان انتوا محتاجين ان انتوا تنظفوا طاقتكم، وخليكم متفائلين. وزي ما قلت لكم قبل كده، انتوا محتاجين ان انتوا تعدوا لبعض وتسامحوا بعض، ومتقفوش لبعض على الواحدة في العلاقة دي. وكل لما انتوا تعدوا لبعض من الحاجات اللي بتحصل ما بينكم، سواء خلافات أو سواء سوء فهم، أو سواء حتى خلافات ما بينكم أو مشاكل، تقدروا ساعتها إن انتوا تاخدوا منها خبرة ومعرفة، عشان بعد كده إن انتوا تتجنبوها في المستقبل وما تقعوش فيها بعد كده. وبتقدروا إن انتوا تقووا الرابط ما بينكم في العلاقة دي انتوا الاتنين. فانتوا محتاجين هنا إن انتوا ما تخلوش حد إن هو يتدخل ما بينكم في العلاقة دي. وإن كان في منكم اللي بيفكر ان ممكن يكون الشخص ده ان هو قرر خلاص ان هو ينساكم، والعلاقة دي ان هو مش عايز يرجع لها تاني، او ان هو مش عايز يرجع تاني للعلاقة دي زي ما بقول لكم، وان مفيش فرصة تانية للعلاقة دي. فانا عايزكم ان انتوا تتخلصوا من كل الشكوك دي كلها، او تتخلصوا من المخاوف اللي هي تعباكم دي كلها. لان انا شايف ان كل ما في الامر ان اللي حصل ما بينكم ده زي سوء فهم، او ناس بتحاول ان هي تأثر على العلاقة دي ما بينكم انتوا الاتنين، وتوقع ما بينكم، وتخلي فيه زي ما تكون زعل في العلاقة،
ومش عايزة إن العلاقة بتاعتكم دي تكمل. فأنا عايزكم إن انتوا تمسكوا نفسكم شوية وخليكم انتوا الكبار يعني. وممكن يكون هنا سبب المشاكل اللي ممكن تكون والدته بتضغط عليه هنا، إن هو مثلا يرتبط بحد تاني، أو ممكن تكون بتضغط عليه يعني زي ما يكون مثلا مش عايزاه إن هو يرتبط بيكم، أو زي ما يكون عايزة تفرض سيطرتها عليه، أو بتحب إن هي تتحكم. عشان كده هو ممكن تكونوا تلاقوا الشخص ده زي ما يكون بيتصرف معاكم بطريقة مختلفة شوية، أو بتحسوا إن هو زي ما يكون لابس ماسك أو مخبي عليكم حاجة. فانتوا ساعتها بتحسوا إن الشخص ده زي ما يكون يعرف عليكم حد تاني، أو بتحسوا إن هو في علاقة مع حد تاني. فأنا شايف إن انتوا محتاجين إن بلاش القلق والخوف اللي في دماغكم ده، اتخلصوا من الخوف اللي جواكم. في ناس كتير على فكرة بتحاول إن هي تأثر على العلاقة بتاعتكم دي ومش عايزاها تكمل. وممكن يكون ما بينكم اتنين متجوزين، يعني منكم اتنين متجوزين، والأهل بيحاولوا يتدخلوا في العلاقة دي، أو بيحاولوا إن هما يأثروا على العلاقة دي ومش عايزينها إن هي تكمل، أو بيحاولوا إن هما يأثروا على مشاعر مثلا جوزك اتجاهك، أو ممكن يكون في خلاف ما بينكم وما بين الأسرة، أو ما بين أهل الشخص ده. زي ما يكون انتوا مثلا عاملين مشاكل مع اهله، يعني انت مثلا عامل مشاكل مع اهل الشخص ده. او ممكن يكون الناس اللي في علاقة حب في حد من الاهل ممكن يكون رافض علاقتكم ببعض، او رافض العلاقة دي. ممكن يكون في زي حاجات تمنع ان انتوا الاتنين ترتبطوا ببعض، زي ما يكون او في اختلافات بسيطة ما بينكم. يعني الاختلافات دي زي ما تكون زي ايه مثلا، يعني ممكن تكون انت في بلد والشخص ده في بلد تانية، تمام، والاهل رافضين، تمام. أو ممكن يكون اختلافات أديان ما بينكم، كل واحد مثلا ديانة مختلفة، فدي برضو مؤثرة على العلاقة بتاعتكم، أو خلافه. يعني أنا شايف إن يعني الحاجات دي هي الخلافات اللي ممكن تكون مؤثرة على علاقتكم هنا، أيا كان الخلاف إيه بقى. فأنا شايف إن في حاجات هنا اختلاف مؤثر على العلاقة بتاعتكم هنا. وأنا شايف كمان إن ممكن الشخص ده بيفكر إن هو يلمح لأهله إن هو عايز يرتبط بيكم هنا، أو إن هو خلاص اختار الإنسان اللي هو عايز يرتبط بيه. وعارف الشخص ده عارف إن هو ممكن يتقابل في الأول بالرفض أو بعض المشاكل أو بعض المعوقات اللي هتحصل عشان تقدروا إن انتوا ترتبطوا ببعض. يعني الشخص ده عارف إن في معوقات أو في مشاكل هتحصل بسبب إن انتوا مثلا هترتبطوا ببعض، لأن هو عارف إن في رفض من ناحية الأهل. فأنا شايف إن الشخص ده هيحاول جاهدا إن هو يكون معاك، وهيحاول إن هو يتقرب منك ومش هيسيبك إن أنت تروح لحد تاني، أو إن أنتوا تكونوا مع حد تاني، لأن هو متمسك بيك جدا وبيحبك جدا. وهيحاول يعني يصلح الوضع، يعني هيحاول يصلح الوضع حتى مع أهله، أو هيصلح الوضع معاك وهيحاول يراضيك بقدر الإمكان. لأن أنا شايف إن في اندفاع في مشاعره ناحيتك، وإن هو بيحبك جدا، وزي ما يكون مشاعره مفتقدك جدا جدا جدا، وعايز إن هو يكون جنبك ومعاك. وإن كان يعني كنتم هنا بتتساءلوا عن فرصة تانية أو عودة في العلاقة، فأنا شايف إن الشخص ده هيبذل كل ما في استطاعته عشان انتوا تكونوا ليه. فأنا شايف إن بإذن الله هيكون في عودة في العلاقة، وإن هو هيحقق لكم الاستقرار، أو هيحقق لكم الحاجة اللي انتوا بتتمنوها، أو الحاجة اللي انتوا نفسكم فيها. وهو هيعرض عليكم الاستقرار. يعني أنا شايف إن الشخص ده هيعرض عليكم الاستقرار اللي انتوا عايزينه، أو الزواج اللي انتوا عايزينه، أو حتى لو انتوا متجوزين نهاية الخلافات ما بينكم أو نهاية المشاكل، وزي إن انتوا تبتدوا بداية جديدة. ولو انتوا في علاقة حب، فأنا شايف إن الشخص ده هيعرض عليكم الارتباط أو الزواج. أو لو ما بينكم خلافات أو مشاكل، فأنا شايف إن الشخص ده هيجيب لك هدية هنا، وهيجي إن هو يصالحك، زي ما يكون هيجيب لك هدية قيمة كده عشان يصلح الوضع معاك ويوازن الأمور معاك مرة تانية، لأن الشخص ده هنا بيحبك جدا. وأنا شايف إن صبركم وتعبكم ومجهودكم اللي انتوا بذلتوه وتحملكم في العلاقة دي واحتمالكم، أنا شايف إن هو مش هيروح هدر خالص. وأنا شايف إن ربنا هيعوضكم هنا، وشايف إن هيكون في جود كارما في حياتكم.
وشايف كمان اللي ممكن يكون أثر على العلاقة بتاعتكم هنا، ممكن يكون بعض الضغوطات المادية اللي بإذن الله إن هي على وشك إن هي تتحل. فأنا شايف إن في انفراجة حلوة جدا هنا ما بينكم انتوا الاتنين، أو هيبقى في تحسن بإذن الله في الأمور المادية أو في العلاقة بتاعتكم بإذن الله. أو لو في مشاكل في الشغل مثلا إن المشاكل دي هتهدى شوية أو هتتحسن. بس أنا شايف إن في الوقت ده إن انتوا الاتنين محتاجين إن انتوا تهتموا بنفسكم وبشخصيتكم وبمظهركم. بس أنا شايف إن هيكون في فرصة تانية في العلاقة دي، وفي بداية جديدة للعلاقة، وبإذن الله هتكونوا مع بعض، وهيكون في نهاية للتعب ونهاية للمشاكل ونهاية للخلافات اللي ما بينكم في العلاقة دي. وأنا شايف إن بإذن الله هيكون في بداية جديدة وهيكون نهاية سعيدة بإذن الله يعني معاكم. لأن أنا شايف إن الشخص ده هنا بيحبك جدا ومش هيقدر إن هو يكون مع حد غيرك، ومش عايز إن هو يكون مع حد غيرك أصلا. تمام. فمهما كان بقى المشاكل مع الأهل أو مع غيره، فأنا شايف إن كل ده بإذن الله هيتحل، والشخص ده مش هيسيبك وهيفضل جنبك بإذن الله، وبإذن الله هتبقوا مع بعض. لأن أنا شايف إن في انتصار في العلاقة دي، وانتصار هيكون لصالحك أنت هنا. وزي ما قلت لك فالشخص ده هيقدم لك عرض ارتباط أو زواج لو انتم في علاقة حب. تمام. فبكده نكون خلصنا القراءة بتاعت النهاردة. فأنا عايزك إن أنت تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك وتعمل شير للفيديو ده. تمام. ولو عندك أي سؤال اكتبهولي في التعليقات وأنا هرد عليك.